طيب تمام، انا هجاوبك على السؤال. انت نفسك تبقى عندك دهان نظيف وحلو وجميل زي اللي باين عند حضرتك هنا، ويطلع الدهان بالصورة اللي انت بتحلم بيها. لكن احيانا كتير بيظهر عفن، وبيظهر الرطوبة، وبتظهر مشاكل كتير. طيب اسباب العفن ايه؟ لازم نعرف العفن اللي بيطلع في الحيطة اسبابه ايه. طبعا لو رجعنا للفيديوهات السابقة هتشوفوا صور الرطوبة والعفن والدنيا دي. اسباب العفن كتير قوي. ممكن يكون النوع الدهان اللي انا دهنته اصلا مش مقاوم للعفن، ولا مقاوم للبكتيريا، ولا مقاوم للفطريات، وبالتالي هو هيرمي عفن. طيب هو ممكن يكون الرطوبة اللي موجودة عندي دي من كتر شدتها رمت العفن ورمت البكتيريا بتاعتها والفطريات، ودي مضرة جدا للصحة. طيب الحل اعمل ايه؟ بعض يعني ولادنا الصناعيه يجي يقول لك ايه، حط كلور، حط خل، حط ما اعرفش نشادر، حط بيكربونات، الحاجات اللي هو بيقولوها. اولا لازم نفهم كويس جدا ان العفن ده او الفطر ده ما هوش حاجه كويسه، هي حاجه مضره للصحه. ان انا مجرد ان انا اتنفسها هي موضوع مضر جدا للصحه، صح؟ وظهوره في المكان برضه وتواجده بيعمل ريحه مش حلوه، وبيخلي برضه هناك اضرار على الصحه. لازم ده كله ابقى حاطه في دماغي قبل ما اتعامل معاها. انا لازم كمان لما اتعامل معاها بدون ما تضحكوا وبدون ما تقولوا الموضوع يعني ده ناس فافي. لا لا، دي عفن 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 وفطر ومشكله. لازم يبقى لابس جوانتي عشان اجي اعالجها، ولازم ابقى حاطط كمامه عشان ما اشمهاش، عشان اقدر اعالجها. تمام. فموضوع الفطريات وموضوع العفن والحاجات دي ده موضوع كبير قوي. خلونا نشرح المره الجايه ازاي ان احنا نعالجها. لكن نمرة واحد لازم يكون المكان متهوي كويس جدا، متهوي كويس جدا. لازم تاني حاجة ان انا هلبس كمامة واجيب سكينة المعجون كده واحاول انزلها واكنسها وارميها بعيد. دي كده الخطوات الاوليه لحد ما نقول ايه الطريقه الصحيحه للعلاج. وطبعا هو من الاساس الوقايه خير من العلاج. ان انا لما اجيب دهان ابقى متاكد ان هو مقاوم للفطريات، مقاوم للعفن، مقاوم للبكتيريا. دي برضو حاجة بتبقى كويسة. ممكن تكون التكلفة صحيح يعني شوية زيادة، لكن أنا مش هدهن كل يوم، أنا بدهن كل 10 15 سنة، فما تبقاش تكلفة زيادة. المفروض إن إحنا المرة الجاية هنقول كل التفاصيل دي. خليكم معانا وتابعونا عشان ما نطولش عليكم. والمرة الجاية هنقول لكم إزاي تشيلوا العفن بطريقة سليمة وإزاي تعالجوه. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.